السلام عليكم. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض سماش برجر كل الأولاد والأطفال هيتجننوا عليه، وأحلى كمان من اللي بيتباع بره بأسعار خيالية. هنجهز العيش الكيزر الطري بايدينا، وهنكرمل البصل زي المطاعم، وهنعمل كمان معاه صوص كوكتيل طعمه خطير، وكمان هقدمه مع بطاطس مقرمشة. وجبة كاملة في البيت وهتخليكم تنسوا الجاهز. تابعوا معايا الفيديو وتعالوا نشوف حضرناه ازاي. اول خطوة معايا بحضر للعيش الكايزر او عيش البرجر. هقول لكم على السر اللي هيخليه يطلع معاكم ناجح من اول مرة. في البداية كده بحضر لبديل محسن الخبز. بديل محسن الخبز البديل للمحسن اللي بيستخدموه في الافران. إن معايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وبضيف عليهم معلقة من السكر ومعلقة من الدقيق، وبخلط كل المكونات دي مع بعض. بلاحظ هنا ان هو بدأ يفور معايا لان خلاص الكيمياء بدأت تشتغل مع اضافة البيكنج باودر على الخل. تعالوا بقى نسيبه على جنب ونحضر للعجينة. بنزل بكوب ونص من الحليب الدافي. الكوب اللي استخدمته 300 مل. معلقة كبيرة ونص من الخميرة الفورية. بضيف عليهم كمان معلقتين كبار من السكر. بياض بيضة. وبخلط كل المكونات مع بعض كويس. ودلوقتي هنزل بنص كمية الدقيق. بنزل هنا بكوبين من الدقيق. بخلطهم كويس مع خليط الخميرة، وبسيبهم حوالي 10 دقايق تتفاعل معايا الخميرة. بغطيهم وبسيبهم في مكان دافي. تعالوا نشوف بعد مرور 10 دقايق. اتفاعلت معايا الخميرة وبقت بالشكل ده. ودلوقتي هضيف باقي الدقيق. وما ننساش محسن الخبز اللي حضرناه مع بعض في البداية. بخلط المكونات كده، وبعدين بنزل بباقي كمية الدقيق. انا استخدمت 4 اكواب. استخدمت كوبين في البداية، ودلوقتي بنزل بكوبين، وببدأ اعجن بالشكل ده. انا ضفت كوب، ودلوقتي هضيف الكوب التاني. وببدأ اعجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احنا لسه ما ضفناش المادة الدهنية. في الوقت ده بنزل بربع كوب من خليط السمنة والزيت. تقدري تستخدمي سمنة بس، تقدري تستخدمي زيت بس. انا حبيت استخدم سمنة على زيت، لان الزيت بيدي هشاشة للعجينة، والسمنة بتطري العجينة معايا ويفضل العيش طري لأطول فترة ممكنة. طيب ليه ما ضفناش المادة الدهنية من البداية؟ إضافة المادة الدهنية بعد العجن بتدي ملمس ناعم جدا للعجينة، وبتبقى من أنجح أنواع المعجنات اللي ممكن تحضريها. دي خطوة مهمة لازم تجربوها بنفسكم وهتشوفوا الفرق. ودلوقتي ببدأ أعجن. العجن هيغلبكم شوية بعد إضافة المادة الدهنية، لكن بعد كده بتلم معايا العجينة، وبتبقى عجينة ناعمة وملمسها ناعم جدا. ودلوقتي هبدأ ادعكها كده بايدي شوية لحد ما تدخل كلها في بعضها، وتبقى عجينة مطاطة طرية لكن ما بتلزقش في الايد. وده القوام المظبوط. دلوقتي هسيبها تخمر مش اقل من ساعة. وتعالوا نشوف بعد ما تضاعف حجمها معايا بالشكل ده. بخرج منها الهواء زيادة، وبعدين بشتغل فيها. انا هنا هقطعها لقطع. حجم القطعة من 70 ل100 جرام.
حسب الحجم اللي انتم عايزينه. لو عايزينه كبير قوي بيبقى حجم القطعة 100 جرام، عايزينه وسط 70 جرام، عايزينه صغير 50 جرام، على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. يعني قطعوها كده بالنظر. انا هنا عملت معايا 16 رغيف، وبكورها بالشكل ده علشان يطلع معايا الشكل مظبوط زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. ودلوقتي هخلص كل الكمية وهرجع لكم تاني. بعد ما خلصت كل الكمية بسيبها تخمر مرة تانية، مش اقل من نص ساعة، لازم يتضاعف حجمها معايا. وتعالوا نشوف بعد ما تضاعف حجمها معايا بالشكل ده. ببدأ ادهن الوجه بمية او حليب، وبديها رشة كده من حبة البركة او السمسم اللي بتفضليه، وبدخلها الفرن على درجة حرارة 200. فرن شغال من تحت فقط. اول ما تاخد معايا اللون الذهبي بشغل من فوق للوجه ياخد لون ذهبي معايا، وبخرجها على طول. وتعالوا بقى نشوف بعد ما خرجت معايا من الفرن. شايفين قد ايه لونها جميل وذهبي ما شاء الله، وقد ايه العيش خفيف وهاش جدا. يعني انا ماسكه الرغيف كده هوا في ايدي، افضل من اللي بتشتروه من بره بكتير. انا هفتح هنا معاكم رغيف، شايفين ما شاء الله قد ايه هاش وطري. ودلوقتي بقى تعالوا نحضر للبرجر. اول حاجه بجهز لصوص البرجر. صوص البرجر انا بحب اقدم معاه صوص كوكتيل. معايا هنا 3 معالق كبار من المايونيز، بضيف عليهم معلقه من المستردة او صوص الخردل، وبضيف عليهم 3 معالق كبار من الكاتشب، وبخلط كل المكونات دي مع بعض كويس. وبكده بيكون الصوص جاهز معايا. بدخله التلاجة وبجهز لباقي المكونات. معايا هنا خس كابوتشا، بقطعه بالشكل ده. ودلوقتي هحضر للبصل المكرمل. والبصل المكرمل ده من افضل انواع البصل اللي بتتقدم مع الفاهيتا ومع البرجر، طعمه خطير. بقطعه سلايس بالشكل ده. انا هنا عملت بصلتين كبار، وفي طاسة سخنة بنزل بمعلقة من السمنة او الزيت، وببدأ اقلب البصل بتاعي لحد ما يتكرمل وياخد اللون الذهبي. انا هنا اديت له رشة من الملح علشان البصل ينزل المادة السكرية اللي موجودة فيه ويتكرمل معايا من غير اضافة سكر. وعلشان اساعد البصل بتاعي يتكرمل معايا بنزل كده بشوية مية. كل ما بنزل بنقطة من المية بيتكرمل معايا البصل وياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. وبكده بيكون جاهز معايا بصل مكرمل، وافضل كمان من اللي بيتقدم في المطاعم. كمان هقدم معاها بطاطس مقرمشة. انا بحب اقطعها بالشكل ده، الشكل المجعد. وبنزل بيها في زيت سخن. اول ما بتاخد اللون الذهبي بخرجها على طول. ودلوقتي هحضر للبرجر. معايا هنا قطعتين من اللحم المفروم البقري، ولازم تكون اللحمة بتاعتي فيها نسبة من الدهن. بكورهم، وفي طاسة سخنة بديها مسحة من الزيت، وبنزل بالبرجر بتاعي. انا بضغط عليه باي اداة عندي، اي اداة تقيلة. انا هنا استخدمت اداة البرجر، تقدري تستخدمي اي كسرولة او اي حلة تكون تقيلة واضغطي جامد على قطعة البرجر. وبعدين بديها رشة من الملح والفلفل الاسود.
اضغطي وافردي على الآخر، هي بتلم شوية بعد السوا. كل ما بتضغطي عليها بتاخد اللون الذهبي من تحت والقرمشة الجميلة اللي بتبقى موجودة في قطعة البرجر بالشكل اللي انتوا شايفينه. اخدت معايا دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده، واول ما تبدأ تستوي معايا بنزل بالجبنة. تقدري تستخدمي جبنة البرجر او تعملي زي ما انا عملت كده بالظبط، جبنة موزاريلا مضغوطة، وبنزل على البرجر لحد ما الجبنة تسيح معايا وتبقى بالشكل ده، وبتكون كمان اطعم من جبنة البرجر. انا بحب ادي للعيش تحميصة بسيطة كده، قدميه بقى زي ما بتحبوا. انا باخد معلقة من الصوص، بنزل بقطعة البرجر، بصل مكرمل، وده من اجمل انواع البصل اللي بتتقدم مع الفاهيتا والبرجر، وباخد شوية من الخس وبنزل بالقطعة التانية، وبكده بيكون جاهز معايا اجمل سندوتش برجر ممكن تدوقوه في حياتكم، وكمان هيعجب الاولاد جدا. جربوه وان شاء الله يعجبكم وتكتبوا لي في التعليقات. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك للفيديو ودعم قناتي والاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. ودمتم على الف خير، اشوفكم في وصفة تانية، مع السلامة.